صباح النور. شوفوا البسة ديال اليوم نهار مهم جدا. انا نعاود لكم، يلا معي. صباح الخير، صباح النور عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اليوم بالضبط داز عام على نهار الحنه ديالي. بالضبط داز عام. فهاد لاطوط هادي مهمه بالنسبه لي. 26 في شهر 7. سميتو كنتفكر داك النهار. في هاد النهار هذا كان واحد الصهد خيالي، كانت الحنه ديالي كانت في واحد الصهد ما يمكنش. اليوم شوفوا السما، اليوم الجو مبرد شي شويه، مبرد بمعنى نزل شويه 27، حتى هذه ايام سيمانات وحنا عايشين في 34 35 كنموتوا. اليوم نزل 27 وغالبا غادي تصب شويه الشتا. فقلت نستمتع بهذا اليوم هذا. غادي نمشي دابا للخدمه، اختكم خارجه معطله و صافي. صراحه ما عرفتش شنو غادي ندير اليوم، ولكن خليكم معايا في الفيديو ديال اليوم. ما عرفتش شنو يخرج. انا رجعت للدار. صراحه النهار كامل ما كنصورش ليكم. هاد الايامات هادو يومين حيت كانت عامره الدنيا وداكشي ما كنلحقش، حتى كنلقى راسي صافي وصل الوقت ديال الخروج غادي نخرج، داكشي علاش ما كنصورش ليكم. المهم انا وصلت للدار دابا، راجلي ما كاينش، عنده ماتش تابع الخدمه. المهم هو كيبقى يلعب، كيخرج من الخدمه ويمشي يلعب ماتش ديال البلاصه فين ساكن، وماتش ديال الخدمه كيرجع مقتول. فالمهم علاش درت معكم فيديو دابا؟ باش نهضر معكم ونجاوب على بزاف الاسئله كانوا ديما كيوصلوني يخصنا واحد السؤال معين. علاش طاح في بالي دابا نصورو ليكم؟ حيتاش كل عام في شي دات زعما معروفه كان عندكم فيها مناسبات وداكشي، الانسان كيتفكر من داك العام لدابا شحال داز وشنو داز وكيفاش داز. ف هاد النهار هذا عندي زعما مميز. باقي نهار العرس هذاك بوحدو مميز، حنا دابا باقيين في الحنه، هذا يوم الحنه ديالي، لا دات ديال الحنه ديالي. اش غنقول لكم انا الصراحه؟ بزاف الناس كيسولوني زعما كيفاش داز العام الاول ديالك وهذا. بحال كاع الناس، بحال كاع جوج الناس كيكونوا هكا العقبات، كتنزلوا طلعوا طيحوا، هادشي عادي جدا كيكون في بزاف العلاقات، لا مع الزوج لا مع الناس لا مع الاصدقاء، كيكون فحال هادشي. فالحاجه اللي بغيت نقول لكم اليوم هو اول حاجه بغيت بعدا نقولها هي شوفوا سبحان الله الجو، يعني فاهم كيتبدل بزاف الحاجات. بزاف الناس كنقول لها كيفاش عائله راجلك كيتقبلوا الثقافه ديالك. فكان كيحيرني الصراحه هذا السؤال بزاف. كنقول كيفاش غنقدر نجاوب على هذا السؤال؟ كيفاش يتقبلوا الثقافه ديالي؟ واش كاين عندهم هذا الاختيار انهم يتقبلوا ولا ما يتقبلوش؟ بحيث ما عندهمش اختيار، خصهم يتقبلوا. لذلك ديما كنفكر كنقول كيفاش هاد الاسئله هادو انا كيفاش غندير؟ فالحاجه اللي استخلصتها من هاد السنه هي انه كيفاش تخليو الناس يتقبلوا الثقافه ديالكم. حيت كاين بزاف البنات عندي هنايا مزوجين بزاف مثلا مزوجين بازواج من بلدان اخرى من ثقافات اخرى وكيعيشوا مشاكل اللي انا كيجيوني ما كاينلاش منه. بالنسبه لتقبل الثقافات كاينه حاجه وحده، هي كل واحد يتشبت بالثقافه ديالو. انا مثلا متشبته بالمغربي ديالي، متشبته بالمغرب، اللي دوا معايا نقول ليه المغرب هكا، الماكله ديالنا نهضر عليها نصوبها ايتي. انا كمغربيه معروفه خوله المغربيه، ماشي خوله عروسه التركي، كيقولوا لي خوله المغربيه عروسه التركي، فهمتوا؟ في العائله ديالهم وداكشي، والناس البعاد اللي كيعرفونا زعما غير هنايا.
الاتراك اللي بغيت نقول. فمن كثرت ما كنتشبت انا بالثقافه ديالي وهذه حاجه زوينه، ثقافتنا حنا الحمد لله زعما لا يعلى عليها. فين ما كيشوفوني كنتشبت بالثقافه ديالي وكنقول هكا وهكا وهكا، اوتوماتيكمون هما كيتقبلوا هذيك الثقافه وما يمكنش يعارضوك عليها، انه عارفين موقفك تجاه ثقافتك، يعني خط احمر. فانا الحمد لله عائلة راجلي ما كانش الصراحه من الاول كاين هذا المشكل، لكن كاين من دوك الناس اللي بعاد في عائلته. انا كنهضر زعما بالنسبه لماما راجلي ولا بابا راجلي، هذوك زعما يعني ولا خوتو فريمون ما عندهمش مشكل. لكن انا كنهضر زعما على الناس اللي بعاد، مثلا لي كوزان البعاد وهذا كانت كتجيهم صعيبه التقبل. فمن كثرت ما كنتشبت انا بالمغربي ديالي، ولاو هما الان كيهضروا مع جهات كيقولوا المغرب وهذا حتى كنبقى انا جالسه كنلقاهم كيشكروا في بلاصتي. داكشي اللي كنبقى نقولوا انا وداكشي اللي كنبقى نديرو انا كنلقاهم هما كيعاودوه. بغيت زعما نسول بمناسبه زعما بغيت زعما نجاوب على هذا السؤال بمناسبه كملت عام على الحنه، باقي النهار ديال العرس. بغيت نجاوب على هذا التشبت بالثقافات. انا صراحه كانت وحده من عائله براك بلا ما نقول شكون كانت ضد تماما انه براك تزوج بوحده يعني مغربيه. وانا كنت كنحس انه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في ديك السيده، وكنت كنخلي وصافي. وانا بيان سور بكل ثقه في النفس كنهضر على المغربي ديالي وعلى المغرب ديالنا وعلى المغربيات وكيفاش دايرين حنا وكيفاش هادي. فمن تلقاء نفسها شويه بشويه حتى كتجي درا كنت عاودتها لبابا وماما وعاودتها لراجلي حتى هو. حتى انا كنت كنقول زعما راجلي ديك السيده كنحس الانرجي ديالها ما كتوصلنيش وصافي. كيقول لي لا غير كتبقاي زعما ما تبقايش ديري في بالك. هو حيت بيان سور كاي واحد ما كيبغيش يدير ديك الفتنه، فهمت؟ ولا يقول لي راه شنو كاين وشنو كاين. فمن تلقاء نفسها واحد المره عرضت علينا حنا بجوج. مشيت عندها درت الصواب، مشينا عندها دينا في يدينا جلسنا وهادي. المهم هضرت انا وياه لانه ما كانتش كتعرفني انا زعما شخصيا. فجلسنا وداكشي من بعد وهي تقول لي انا سمحي لي بزاف، انا بغيت نعترف لك بواحد الحاجه، هي راه مراه كبيره يعني ماشي قدي. قالت لي بغيت نعترف لك بواحد الحاجه. نهار سمعت انه زعما براك غيتزوج بوحده مغربيه، اول حاجه مشات دارت بقات كتقلب المغرب وهذا لقات بيان سور كاي بلاصه حجر وطوب، لقات اخبار ماشي هما هادوك. تقول لي بسبب هذوك الاخبار انا درت واحد الحاجه اللي سميتها لغه الجهل. لغه الجهل هي التعميم. فعماتني مع الناس ولا عمت دوله كامله بسبب خبر ولا جوج. فقلت لها شي هاد الحاجه اللي درتي نتيا الحمد لله حنا عائلتنا وداك الشيء ما شفتش هاد الحاجه هادي. وكان زعما بامكانهم يقولوا تركيا كنسمعوا عليها انهم زعما عنصريين، غير كنسمعوا ما قالوش. الحمد لله تعرفوا عليكم شخصيا، تعرفوا على راجلي شخصيا، عجبهم وتقبلوا الوضع اوكي. وتهضرت مني وقالت لي انا يعني كيفاش غنقول لها ندمانه بيش ما قالت لي انا ندمانه بزاف لانني فكرت فيك بديك الطريقه، ولانني ما جلستش معاك وهضرت معاك، ولانني ظنيت فيك ظن اخر كو ملي شفتك انتي تبدلت تماما، نظرتي الى المغرب ونظرتي الى ذوك الاخبار ونظرتي على زعما على كان وراك زعما كيفاش نقول لها زعما نظرتي العامه على الدنيا وعلى كيفاش سميتو خصني نشوف كل دوله وكيفاش. فاش خرجنا داك النهار الصراحه من تما تلاقيت مع ولدها نيشان. المهم ولدها كان مع راجل، باش ما نقولوش شكون، ولدها كان مع راجل. وانا نقول ليه راه ماما شنو قالت لي قال لي شوفي الشي لا ماما اعترفت لك عرفي راها فريمون زيزه عليها وندمت ديال بصح. ودابا اش غنقول لكم
اللي دوا معاها ولات كتقول لهم انا ولدي ما تزوجوش لما كانش مغربيه. تخيلوا. علاش كنقول لكم التشبت بالثقافه، التشبت وزيد حاجه اخرى عاوتاني بغيت نزيدها، هي الوالدين. صراحه الوالدين فاش كيكونوا في ظهركم يعني معاونينكم ومساندينكم فريمون، بحال كيقول كتزيدك واحد القوه، كتزاد فيك ضلعه كتزادك واحد القوه. والحمد لله على نعمه الوالدين، والحمد لله لانه انا ما خليش زعما شي حد ينزل مني ولا ينزل من انت مغربيه ديالي، ولا ديما واضعه دوك الخطوط الحمراء. فبغيت نعاود لكم التجربه ديالي انا الشخصيه، باش اللي كتشبه ليها زعما دير بها، اللي كتشبه الشخصيه زعما التجربه ديالها التجربه ديالي دير بها، زعما تاخذ منها شي افكار ولا هذا. فهادشي اللي كاين البنات. ها كيفاش كيتقبلوا الثقافات. التشبت ديالك واخا يشوفك زعما بنادم خايب، تعاملي معاه باحترام لانه انسان كبير، وديما خصك تكون راقيه، يعني راقيه في التعامل، راقيه في الهضره ديالك مع الناس، راقيه كتعرضي عليهم وداكشي. فهذا هو تقبل هذا هو كيفاش تقبلوا الثقافه ديالي، ديال تجربتي انا الشخصيه. الحاجه الثانيه اللي كتسولني بزاف وهي كيفاش راجلك ياكل ماكله وفيها البهارات. باش كنقول عاوتاني ما هذا السؤال زعما فيها الاقامه بزاف. احنا ماكلتنا بيان سور معروفه، الاكل المغربي بليز نمبر 1 in the world. الاكل المغربي ديما هما يعني الناس اللي ما كيستعملوش الاقامه كيفاش كيسمعوا راه الماكله فيها الاقامه كيتخلعوا ما كياكلوش. لكن خصكم تجربوا. بحال واحد المره البنت قالت لي راه انا راجلي ما كياكلش لي الماكله المغربيه، قولي ما كنعرفش ندير ماكله اخرى. صافي انت بغيتيني كيف ما انا ما كنعرفش ندير ماكله اخرى، انا باغا ندير الماكله المغربيه وكنتشهاها. داكشي الاخر يقول لك تعلمي، يقول لي انت تعلمت تاكل ماكلتي، فهمت؟ راه كنعطيكم غير حل. لما الحمد لله راجي من النهار الاول دار الدغمه الاولى قال لي واو. ديما عاد اختي فاش كانت جات عندي كان هو كيجي يزورنا وهذا في الوقيته ديال الخطوبه وداكشي، كانت اختي يعني كتصاوب الماكله كيقول لي اختك طيابها واعر. من بعد ماما كيقول لي ماما طيابها واعر، عرفتي تلف ما بقى عارف من يشد. صدقوا بسبب ماما اختي وليت انا ماكلتي ما زويناش. مي كوميم كيقول لي زعما ماكلتك زوينه على بزاف البلايص زعما اخرين كلا فيهم الماكله المغربيه، ديما كيقول لي ماكلتك نتيا زعما طيابك زوين. غير حاولوا تفنوا وحاولوا تقربوا، لان راه هاد الماكله هاد التاريخ ديالها ومنين جايه فهمتوا الحاجه. واخا تكون نمله كبروها ردوها صخره. المهم باش الانسان يحترم ماكلتك ويحترم الثقافه ديالك. انا راجلي كان اول مره فاش شافنا يعني شاف ان الكسكسو كيتكال بالبليد كنلقم ونعرض بكاليه كنلقم. كيشوف اللقمه يعني تصدم. لكن راه لا شفتوا الفيديوهات القدام فاش كنزل المغرب هو تا هو بدا كياكل بيدو. علاش؟ لانه كيشوف انه ما عندوش بديل. وانا عطيناه المعلقه ولكن قال لك لا ناكل بيد بحالكم. بغى يجرب. اصلا الانسان قبل ما تزوجوا به خصكم تعرفوا انه واش راسو كيتقبل ثقافتك ولا ما يتقبلهاش من الاول، وهني الموضوع ماشي تزوجي ويبقاو يوقعوا لك المشاكل. هادو هما الاسئله اللي قلت نجاوب عليهم هاد الجوج هادو بمناسبه عام ديال الحنه. دازه مع عام على الحنه. حتى ندير لكم فيديو ديال على عام على العرس. صراحه ما عرفتش غنديرو، ولكن المهم نديرو عام على العرس. وكتبوا لي تحت في لي كومونتير شنو تبغيوني نجاوبكم بخصوص هذا الموضوع هذا. انا راه كنجاوب غير من التجربه ديالي الشخصيه، ما كنبغيش نتعمق في المواضيع اللي تجربته قريبه لتجربتي، حتى شي واحد ما كيعيش نفس التجربه ديال الاخر. الا شي حد تجربته قريبه من تجربتي كياخذ منها هكا شي حاجه اللي تقدر تنفعو في الحياه. فهادشي اللي كاين. نتمنى بغيت نتحدث معكم اليوم، قلت غنتحدث معاهم، حيدوا عليا غندخل الدار غنتحدث معاهم. وهذه المناسبه فين نجاوبهم على دوك جوج الاسئله اللي كانوا كيتكرروا بزاف. فهادشي اللي كاين.
بصراحه داز عام زوين، عام زوين بزاف، وان شاء الله بالقادم احلى، وان شاء الله العقوبه ليكم حتى نتومايا. زعما تزوجوا بزوج متفاهم، زوج يعني اللي تقدروا تكملوا معاه حياتكم وانتم مرتاحين، و تثقوا فيه ويثق فيكم زعما، ويكون التفاهم اهم. شوفوا من بعد الحب كنقول اول حاجه خصها تكون هي التفاهم، ماشي الحب ومن بعد شي حاجات اللي توكسيك. فهادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف على المتابعه. الا كملتوا 3 دقائق هذه بغيت نقول لكم ايوا سيروا، الله يعطيكم اللي تبغيو في نيتكم واكثر مضروب ب10. يلا وتهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش تخليو ليا كومونتير الاسئله اللي تبغيو في الفيديو ديال سنه من الزواج. فهادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف. سلامه.